للسوشيال ميديا. ده صحيح. طيب أنا حضرتك اتكلمت فيها دلوقتي أكتر من مرة. كملي حضرتك. حضرتك دلوقتي لو ابني او بنتي تعرضوا للتحرش، تمام. يعني زي ما حضرتك عارف ياسين اتعرض بقاله سنة. تمام. فلو ابني او بنتي تعرض للموقف ده، ازاي يجي ويحكي لي من غير خوف؟ حلو جدا. ازاي يجي يحكي لي؟ هينفع ان انا اجي احكي لك حاجه من غير ما يبقى في امان؟ لا طبعا. لازم الاول الام تكون بتراقب ابنها، ملامحه، شكله، هو بيتكلم كويس، هو مدرك، طب هو في حاجه حصل تغيرات. ده لازم الام تكون بتراقب ابنها كل يوم وهو بيخرج وهو بيرجع. بنتها نفس الكلام. تمام. مشكلتنا، انا اسف جدا، الامهات دلوقتي يعني بقوا ملهيين في السوشيال ميديا، ملهيين برضو في الموبايل. احنا حتى بندي اطفالنا الموبايل عشان هو برضو ودي يبعد مشكله عننا برضو. ودي مشكله تانية. انا ما ينفعش ادي لطفل، تمام، لكل مرحله مرحله. سن صغير 3 سنين 4 سنين. انا عايز اقول لك، انا شفتها بعيني. قلت لها الله يسامحك. انا بشوفهم في النادي كتير عشان يبطل عياط او ينزل من على دماغها بتديله الموبايل. لا، ده هي بنت ما تعداش 8 سنين بتعيط بشكل هستيري عشان عايزه تاخد الموبايل من امها. قلت لها الله يسامحك، انت دمرتيها. فبدات متصممه، قلت لها والله حضرتك 8 سنين يعني كبير خالص، 10 دقايق على الموبايل. هو مش بيحصل الكلام ده، وما بيحصلش. واقعيين، ما بيحصلش. تعالي بقى نبص بقى للسلبيات. بيدمر خلايا المخ، بيعيق جميع الهرمونات والفيتامينات للطفل في المناعه. ثانيا انه بيجيب توحد كمان، بيخليهم منفصلين عن العالم برضو. مفيش تواصل. ثانيا بيدمر الخلايا البيضاء او الماده البيضاء في المخ. فالابن ده هيطلع غير واعي، غير مدرك، مفيش اصلا عنده عقل. تمام. نرجع تاني لقضيه ياسين. تمام. قضيه ياسين لازم الام تكون بتراقب ابنها رايح فين وجاي منين، بنتها نفس الكلام، رايح فين وجاي منين، ومراقبه مش ضغط، مش ستريس. ما انا كنت لسه بقول لحضرتك كده، هيقلقوا يعني، هيخافوا، هيحسوا ان هم متراقبين طول الوقت. احنا اصحاب. انت ايوه. ازاي بقى اخلي علاقه بيني وبين ولادي تبقى صحيه، يحكوا لي على اي حاجه من غير خوف؟ ببساطه جدا. احنا علشان نبتدي كلام دلوقتي مش لازم تكون في معرفه؟ اكيد. انا كابن نفس الكلام. انت تحب ايه؟ اوعيهم ازاي بقى لو اتعرضوا؟ يعني لازم نبقى نصل مش من ابن وبنت وامه، لا، الام الاول تقول له انا صاحبتك، انا عايزك تيجي تحكي لي انا. والكلام ده يبتدي مش بعد ما يبتدي يدرك او يتكلم معايا من 10 سنين. لا، يبتدي ببرمجه لغويه عصبيه من هو سنه 3 سنين. وتبتدي الام كمان، لما الام راحت للامام الشافعي عشان ابنها بقى سنه 2 سنين عشان يحفظ قرآن، فقال لها لا، انا عايز ابنك وهو في بطنك، عشان الريحه بتاثر على الابن وهو في بطنك، الكلام ياثر، الاكل اللي انت تقريبا بيسمع برضه صوت مامته. برافو عليكي. تمام. فانت لازم بتدربي نفسك عشان ابنك ده. طيب بعد ما ينزل نبتدي نقول بقى كلام لا مباشر ومباشر، بحيث لما يبتدي يبقى عنده الوعي يبقى هو مدرك اصلا. انا امك صاحبتك، تعالى احكي لي، ده باباك هو ما بيكرهكش، هو عايز بس يوعيك ان في مسؤوليه وفي حياه تانيه. تمام. فتبتدي اطمئنان. ثانيا بقى، هو اول اختبار الابن او البنت دايما انت صاحبتي، طب لازم اقول لك سري. تمام. او هقول لك مشكله. ده اول اختبار، ان يبتدي يقول مشكله حصلت له عشان يشوف رد الفعل. المفروض كأب وأم يقفوا في ظهره اكيد، حتى لو غلطان. طبعا. والله حصلت الكلام ده. حتى لو غلطان؟ حتى لو غلطان. مش عرفه ان ده غلط مثلا عشان يبقى عارف الغلط. ما هو لا، لما يحس ان في اول اختبار ان ليه دعم وسند ليه، خلاص تمام، بقى في ثقه. تمام. غلطان، انا ادعم ابني حتى لو غلطان، بعد كده خلاص بقى خلصت المشكله خلصت. تعالى بقى اعرفه غلط، افهمه. تمام. مش يبقى قدام الناس اطلع سره. تمام. مش يبقى خالته ولا عمته قاعدين في وسط العيله اطلع سره في صيغه هزار. هي دي التربيه السلبيه اللي احنا عايشين فيها، عشان كده الاولاد بيهربوا على طول الترابيزه